يا صباح الفل، يا صباح الهنا، يا صباح الجمال. النهارده هنعمل كيكه شوكولاته مع صوص كده شوكولاته. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده من الاخر. بصوا العظمه، بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله. نفتح واحده كده، يا نهار ابيض على الصوص وجماله. الصوص بتاعنا النهارده اقتصادي، بس هيطلع معاكي طعمه زي النوتيلا كده بجد، وتحدي ان هو هيطلع احلى من النوتيلا كمان. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. مقاديرنا ان شاء الله سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. بس قبل ما ندخل والمقادير، يا ريت اللايك والاشتراك في القناه. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعه، وشيروا الفيديو يا جماعه على قد ما تقدروا. بجد الوصفه ان شاء الله تستاهل اللايك منكم والاشتراك في القناه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بسم الله ما شاء الله. مقاديرنا سهله وبسيطه ان شاء الله. ويلا ندخل على الوصفه الجباره. بسم الله ما شاء الله. انا لقيت ابني داخل عليا بيقول لي انا عايز اكل كيكه شوكولاته. كيكه شوكولاته ايه يا ادم دلوقتي؟ وعايز ياخد معايا المدرسه. قلت له كمان؟ طب تعالى يا حبيبي كده اقوم اعمل لك. اول حاجه جبت طبق هكسر فيه كده اهوت بيضتين زي ما انتم شايفين. معايا كوبايه من السكر، الكوبايه واحده اللي انا هعاير بيها كل حاجه يا جماعه. هنا عشان هعملها شوكولاته فهحط كيس نسكافيه بلاك، تمام. هو هيضيع لك ريحه الزفاره بتاعه البيض. طبعا انت هتعمليها فانيليا يبقى لازم تحطي فانيليا، تمام كده. هضرب كل ده كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت ماشي زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله كل حاجه بدات تتفاعل مع بعض من كتر التقليب فيها زي ما انتم شايفين. تحس ان النسكافيه كمان عمل وش كده. يا نهار ابيض على الكيكه الجباره. ماشي، نبدا بقى نعاير الدقيق يا جماعه. انا معايا كوبايتين دقيق بس زي ما انتم شايفين كده. انا هنخلهم، لازم النخيل بتاع الدقيق في الكيكه يا جماعه عشان بيديها طراوه وبيخليها هشه زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله. هي لما تيجي تنخلي الدقيق ما بياخدش اي حاجه، وخصوصا ان انت هتحطي في المصفى شويه شويه فهينزلوا معاكي بكل سهوله. ماشي زي ما انتم شايفين كده. انا هقلب زي ما انتم شايفين كويس جدا، وبعد كده هبدا انزل الكوبايه الثانيه تدريجيا. ماشي، انا معايا 3 معالق من الكاكاو المحلى. ده كاكاو محلى يا جماعه، لو جبتوا الكاكاو الخام هيخليها لك لونها اسود. انا للاسف ما كانش متوفر عندي، بس انا دايما بحب الكاكاو بصراحه اللي هو الخام، لان بيخلي الكيكه معاكي لونها غامق كده، وانا بحب الكيكه الغامقه. بس هو ده اللي كان متوفر عندي في البيت فقلت خلاص شغال زي ما انتم شايفين كده. بس انا زودت ربع كوبايه ميه وحطيت معاها بعد كده معلقه لبن نيدو، بس هي ما جاتش في الفيديو مش عارفه ليه، معلش سامحوني. زي ما انتم شايفين انا هضرب كله كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين كده اهوت. واخر حاجه هنزل بيها طبعا كيس بيكنج باودر، تمام. زي ما انتم شايفين برضو هخفق كويس جدا. اهم حاجه اتك على الحروف عشان ابقى ضامنه ان كل حاجه تمام وكل المقادير معايا داخله متجانسه كده ببعضها يا جماعه. زي ما انتم شايفين كده اللهم بارك. الوصفه خلاص خلصت وبقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده اهوت. هجيب بقى الحاجات اللي انا هفضي فيها الكيكه العظمه بتاعتنا دي. انا هنا بوريكم ان انا حطيت ربع كوبايه ميه مع كوبايه معلقه لبن نيدو كبيره، بس والله اتمسحت مني معلش غصب عني. دي الحاجات بقى اللي انا هشتغل فيها. انت عايزه صينيه واحده، عندك الاشكال دي مفيش اي مشكله. نقطه من المنديل كده، عندك فرشه يبقى برده مفيش مشكله. ما عندكيش اعملي زي ما انا ما بعمل كده. وبعد كده هحط نطره من الدقيق زي ما انتوا شايفين، وهبطن كل الصواني بتاعتي. ماشي، انت مثلا عايزاها ما تكونش فيها زي حاجات بيضه كده، بعد ما تقلبيها ممكن تحطي كاكاو مع الدقيق، تمام. زي ما انتم شايفين كده انا هشتغل في الاتنين دول. وهجيب بقى الصينيه الكبيره اللي انا هشتغل فيها. عايزه اقول لكم ان ما شاء الله مقادير الكيكه عملت لي الطبقين دول زي ما انتم شايفين كده اهوت، لان مكه عايزه واحده وادم عايز واحد، فخلاص انا قلت ايه اريحهم عشان بصراحه ايه انا ما بقدرش عليهم. وجبت بقى الصينيه الكبيره زي ما انتم شايفين كده. هحط بقى الخليط فيها ما شاء الله اللهم بارك. انا طبعا بطنتها زي التانيين بالظبط، وهدخل الفرن واسيبهم بقى. نعمل بقى الصوص العظمه بتاعنا. هحط 3 معالق كبار سكر زي ما انتم شايفين كده اهوت، ماشي. وزيهم طبعا نسكويك او كاكاو زي الموجود عندك يا ست الكل. معايا كده الزيت واللبن قد بعض. هحط كوبايه لبن يبقى كوبايه زيت، هحط ربع كوبايه لبن يبقى ربع كوبايه زيت، تمام، على حسب الكميه. انا بصراحه جيت اشغل الخلاط وقال والله ما انا شغال. قلت خلاص انا هتصرف لان انا خلاص عملت المكونات، فقلت لازم اعمل الصوص. فعملته كده في ايه في المطحنه بتاعه الخلاط وطلع معايا تحفه. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بسم الله ما شاء الله. هفضيه كمان معاكم في الطبق كده عشان تشوفوا القوام بتاعه. بصوا تقله، طبعا انت بتتحكمي في التقل والخفيه من الزيت. عايزاه تقيل بتزودي الزيت شويه، عايزاه خفيف بتنقصي الزيت شويه، تمام. بعينيكي كده انت تشوفي الصوص اللي انت عايزاه. هو ده قوامه على الكيكه حلو جدا جدا. نشوف بقى الكيكه بتاعتنا كده في الفرن شغاله مع نفسها ما شاء الله ومرتفعه الله اكبر، حاجه كده من الاخر. اسيبها بقى لغايه لما تستوي خالص ونبدا نطلعها. وكده طلعنا الكيكه بتاعتنا من الفرن زي الفل اهيت. هجيب خله او ما عندكيش خله يبقى سكينه، واحط كده في كل واحده فيهم
ماشي. انا هوريكم الخله طالعه نظيفه وزي الفل، يبقوا التلاته استووا وبقوا زي الفل زي ما انتم شايفين. نبدا بقى كده نسمي الله ونجيب الاطباق بتاعتنا ونبدا ان احنا نقلبهم اهوت بالراحه خالص. طبلي كده عشان لو حد ايه جوه ولا حاجه يفتح لك. زي ما انت شايفه كده اهوت ما شاء الله بتتقلب معاكي بكل سهوله طالما الصينيه بتاعتك متبطنه كويس. نقلب بقى الكبيره كده ونشوف الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله، ما خدتش كده في تحضيرها 10 دقايق وطلعت بجد طعمها حلو جدا. بصوا الجمال ما شاء الله. بقى انا بقى عملت ايه كده عشان ابقى شاطره واموره كده؟ الصوص اللي انا عاملاه حطيته في كيس سندوتشات. تمام، عندك طبعا كيس حلواني مفيش اي مشكله، انا بمشي نفسي بالموجود عندي. هفتحه بقى فتحه بسيطه خالص كده عشان ابدا ازين من على الوش زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. زجزاج رايح جاي كده، يا نهار ابيض قلبي لا يتحمل. الصوص الشوكولاته بجد طلع خطير ما شاء الله. انا كده خلصت الكبيره، نجيب بقى الصغيرين ونبدا كده نسمي الله ونزين زي ما انتم شايفه كده. ما تقلقيش حتى لو في اي حاجه على الوش هي هتتضرب الشوكولاته، فايه ما تقلقيش خالص. نجيب التانية برضو كده ونكملها. بصوا انا مش هخلي صوص اصلا، انا هخلص الصوص كده عليهم هما التلاتة لان هو كان يدوبك ما شاء الله عليهم حلو جدا اهوت ما شاء الله. انا كده خلصت يا جماعه زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نفتح واحده كده ونشوف الجمال ونشوف كده الصوص وهو نازل في النص كده حاجه من الاخر. بصوا الجمال قد ايه الكيكه هشه، شايفين وانا بقطعها كده بترج نفسها كده، فعلا كانت هشه وطريه وكان طعمها بجد حلو جدا. ان شاء الله لما تجربيها بنفس المقادير والوصفه كده هتعجبك جدا يا ست الكل. بصوا الجمال كده يا جماعه. الفيديو يكون خلص. ايه رايكم في الجمال والحلاوه؟ لو عجبتكم الوصفه وكانت سهله عليكم ما تنسونيش باللايك ودعوه حلوه. اللايك بيرفع الفيديو يا جماعه للمره الثانيه. بس ايه رايك بجد في الفيديو؟ وايه رايك في شكل الكيكه كده بسم الله ما شاء الله وارتفاعها؟ تستاهل منك اللايك صح؟ يعني ما تبخليش عليا باللايك بقى، يلي يشوف الفيديو كده يوصله لاعلى لايكات.